وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. اللقاء اللي غادي نتكلموا فيه على مقابلة الديربي اللي سمعنا عليها، يعني القيل والقال، وغتلعب في طنجة، غتلعب في أكادير، غتلعب في مراكش، غتلعب في فرنسا، في إيطاليا. يعني بقينا كنسمعوا كلام. الغريب في الأمر أن هذا الكلام كامل كان يعني مجرد تمهيد لما سيحدث من بعد، لأن هذه القضية ديال الملعب، عدم تحديد الملعب، ويعني مرة يعني تسمية بعض الملاعب، فالغرض منه هو أنه يعني تخفيف الضغط على جماهير الوداد، من أجل أن يعني في الأخير سيكون قرار صادم. وهذا هو اللي وقع، أن المقابلة تقرر أنها تلعب ملعب المحمدية مزيانة، لكن القرار الغير مفهوم هو لماذا يلعب بدون جمهور، رغم أن الوداد رغم أن الوداد هو المستقبل. يعني من باب لو أننا طبقنا القانون كما طبقنا على الوداد في مقابلات أخرى، كان يتلعب بجمهور الوداد فقط. يعني يسمح لجمهور الوداد أنه يكون هو الوحيد، لأن الملعب صغير وبالتالي هو المستقبل، والوداد من حقه يلعب أمام الجماهير ديالو، يتمنع فريق الجماهير الرجاء من يعني مشاهدة اللقاء من داخل الملعب إذا كانت السلطات الأمنية غير قادرة، رغم أن المحمدية قريبة لكازا والماتش كان يمكن يتلعب مركب محمد الخامس. إذا يمكن الشرطة اللي غتأمن مقابلة مركب محمد الخامس هي اللي تأمن مقابلة ملعب البشير. لكن هنا ملي كنعرفوا العصبة ورئيس العصبة والانتماء ديال رئيس العصبة، كيبان لنا مجموعة من الأشياء هنا اللي غنبداو نقراوها، واللي يمكن كما كيقولوا جماهير الوداد أن يمكن هناك حنين لعودة المجموعة الوطنية آنذاك، عندما كانت يعني تسير المجموعة الوطنية بأشخاص يعني كأنه مكتب ديال النادي يسير مجموعة وطنية، كانت القرارات تأتي على هوى ذلك النادي يعني لقضاء المصالح ديالو. وهذا اللي ما بغيناش انه يعاود يرجع او يعاود يخدش الصوره ديال كرة القدم المغربيه. فلقاء الديربي الكل كيعرفوا بانه هو الصوره اللي كنسوقوا للخارج على الكره المغربيه فقط. هذا هو يعني اللقاء الوحيد اللي يمكن تسوق. من غير هذا اللقاء ما يمكن تسوق حتى شي حاجه. بيان سيغ المستوى التقني ناقص كثير، ولكن كان داك الاجواء الجماهيريه يعني اللوحات اللي كيرسموها الجماهير كانت على الاقل كتغطي هذاك الضغط، وكتعطي وكتخلي يعني مجموعه من يعني القنوات ومجموعه من الجماهير انها تتابع هذا اللقاء على الاقل باش تشوف هذوك اللوحات الجماهيريه. فاذا بنا اليوم كنتفاجئوا بان الديربي غادي تلعب بدون جمهور، وهذا القرار دائما كتكون يعني غير ضد الوداد، بعد ما ان الوداد لعب بدون مدرب الان سيلعب بدون جمهوره وفي الملعب ديالو هو المستقبل. فإلى متى هذا الحيف؟ إلى متى يعني هذا التسلط ديال العصبة وديال الرئيس ديالها، اللي يعني في حوار ديالو قال خص الاخوان ما ينسوش انني رجاوي، يعني قالها واكدها، يعني ماشي غير قال انني رجاوي او لا يحسب انني رجاوي او كنت رجاوي، قال ما ينسوش انني رجاوي. يعني السيد يؤكد المقولة ديالو ويؤكد داكشي بالفعل كما كنشوفوا اليوم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.